السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) اليوم الخميس عن اللوائح النهائية للفرق والمدربين واللاعبين واللاعبات والمنتخبات المرشحين للتتويج في حفل جوائزه المرتقب الاثنين المقبل 11 دجنبر القادم بعاصمة النخيل مراكش بداية من 7 مساء. وتواجد المنتخب الوطني المغربي ضمن القائمة النهائية لأفضل منتخب في القارة السمراء إلى جانب السنغال وغامبيا، كما ضمت القائمة النهائية لأفضل مدرب إفريقي كل من وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي وأليو سيسي مدرب المنتخب السنغالي وعبد الحق بن شيخة مدرب فريق سيمبا التنزاني. فيما شهدت القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى تواجد كل من ياسين بونو الحارس الدولي المغربي في نادي الهلال السعودي، ومحمد الشناوي الحارس الدولي المصري في فريق الأهلي، وأندريه أونانا الحارس الدولي الكاميروني في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. أما بالنسبة للفرق فقد شهدت القائمة النهائية تواجد الوداد الرياضي وصيف بطل مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والدوري الإفريقي إلى جانب الأهلي المصري بطل دوري الأبطال، وميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بطل الدوري الإفريقي. يشار إلى أن الحظوظ المغربية وافرة في تحقيق مجموعة من الجوائز في هذه النسخة بعد التألق الكبير للكرة الوطنية في العام الأخير.